عاوز ايه بالظبط؟ عاوز ايه؟ الناس بعتلنا عشان مش تخلف خالص. الناس بعتينك عشان ما تخلفيش خالص، صح؟ طب انا عاوزك تنصرف من هنا بقى وتروح للناس ديت وتعرفهم اللي الشيخ رضا بيأذي. ماشي؟ تعرفهم ايه؟ اللي الشيخ رضا بيأذي. تقول لي ايه؟ انت الشيخ رضا بيأذي. بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. كما صليت وأثنيت على إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله أشرف أطهر خلق الله محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه وسلم. كما صليت عليهم وأثنيت عليهم إنك حميد مجيد. بسم الله بسم الله بسم الله. هي قسما من عند الله، هي قسما من عند الله، هي قسما من عند الله، هي قسما من عند الله. اخرج اخرج يلا، اخرج 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 يلا. هي قسما من عند الله. بسم الله. هو الله الجبار، هو الله الجبار، وهو يحرك الساحر والأسحار، وهو الواحد القهار، وهو يحرك الذين ينبتون من نار، وهو الذي ينبتون من نار، وهو الواحد القهار، وهو يحرك الذين ينبتون من نار، وهو يهلك الساحر والأسحار، وهو يهلك الساحر والأسحار. بحق الله بحق الله يا جبار، يا من خلقت الجنة والنار، يا من خلقت الجنة والنار. أهلك إبليس وإبليس، أهلك إبليس وإبليس، أهلك إبليس وإبليس، ومن توكل على الأسحار، ومن توكل على الأسحار. بحق يا ستير الستير يا جبار أن تحفظ عبادك الأطهار من كل متكبر جبار، ساكن الأجساد والديار، متوكل على الأجساد والديار، عاشق عاصى ومحتال جبار. هم خاربون الأجساد، هم خاربون الأجساد والديار. فأمطر عليهم فأمطر عليهم فأمطر عليهم فأمطر عليهم فأمطر عليهم فأمطر عليهم يا قهار يا قهار. مطر من كل الآيات والأسرار، هي موكلها عليهم، هي موكلها عليهم ليل نهار. هي الآيات الواحد القهار، هي آيات الله الواحد القهار الجبار. هي تشفي من كل الساحر والأسحار، وهي تستر الأجساد والديار، وهي تسكن الأجساد والديار، وهي تستر الأجساد والديار من كل محتال متكبر جبار. فبحق سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم أطهر وأخلق، أطهر الخلق، أطهر الخلق، أطهر الخلق، وهو خير الأخيار، وهو خير الأخيار. تنزيل العذاب من كل إبليس وإبليسة، تنزل العذاب على كل إبليس وإبليسة، كل محبوس وحبيسة، كل محبوس وحبيسة. اخرج 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 من رجلها يلا، اخرج اخرج. توكل على الله، اتوكل على الله، ما تقعدش تقعد البيت تاني. اتوكل على الله. هو أنا ما عنديش أي تعليق على الموضوع ده، بس هو الرقية الشرعية يا جماعة هي إنك بتطلب من ربنا سبحانه وتعالى إن هو يعافيك ويشفيك عن طريق القرآن والأذكار اللي وردت عن النبي، وبرضه في بعض الرقى ما دامت مش شركية خلاص. أما إنك تعمل مخالفات شرعية في الرقية وتدعي إن أنت كده بترقي أو إن أنت بتملك أو إن أنت بتأذي أو الكلام ده كله، يا جماعة سيدنا سليمان لما سخر ليه الجن هو ما كانش بيسخر الجن. يعني غلط جدا إن يتقال إن سليمان كان بيسخر الجن، سيدنا سليمان سخر ليه الجن. فما يجيش شخص بعد كده يفرض نفسه كهو قوي، الشخص المسيطر، الشخص اللي قادر يأذي، اللي موضوع برضو الضرب في الرقية وإن هو كده بيضرب الجن. أنت بتضرب الجن إزاي؟ مش أنت عمال تضرب في البني آدم اللي قدامك؟ هو أنت شايف مين اللي موجود قدامك؟ هل أنت مدرك إن الشخص اللي قدامك ممكن يكون مريض نفسي أو إيحاء نفسي خلاه يتكلم معاك بالطريقة دي، أو تحت ضغط نفسي، أو بيدعي، أو إن قرينه مثلا تلبسه وقرينه هو اللي بيظهر في الصورة دي وبيعمل كده، أو شيطان معدي مثلا وشاف إن الموضوع هبل فقال ما يلا ندخل في الموضوع ونفتن الناس ونبقى فتنة للناس. هي مش كده يا جماعة. الرقية الشرعية ما هي إلا إن الشخص يقدر يرقي نفسه أصلا في الأصل، يرقي نفسه. لو للضرورة جاب رقي يبقى ما ينفعش ألمس الست، ما ينفعش أحط إيدي عليها، ما ينفعش أصلا أقعد معاها لوحدي. يبقى في أحافظ على الحدود الشرعية عشان خاطر ربنا يشفيها
ويزيل عنها الهم ده. لكن إن يتقال إن الشيخ فلان بيأذي، أو إن الحاج فلان بيأذي، أو إن الأستاذ فلان بيأذي، أو يتقال مثلا إن فلان بيرقي، أو فلان بيشفي، أو فلان بيعافي. يا جماعة الدكتور نفسه ما بيعافيش، الدكتور بيدي نفس الدواء لشخصين وعندهم نفس المرض، واحد ممكن يعيش والتاني يموت عادي، لأن الشفاء بيد ربنا. ربنا سبحانه وتعالى هو الشافي، فما ينفعش يتشاف المخالفات دي. وعلى فكرة غلط برضو اللي نشر الفيديو وساب الست موجودة وساب صورتها موجودة ووشها وجسمها ودنيتها. يعني عيب إن ده يتنشر، المفروض ما كانش يتنشر بالطريقة دي، حفاظا على الست وشكلها، وكمان على الأهل اللي موجودين وشايفين إن الوضع ده بيحصل وساكتين. يعني برضو ده تصرف غلط منهم وهم يتلاموا فيه. فمش كل حاجة على الشخص اللي بيرقي وخلاص. وبعدين مين اللي ماسك ولاعة عمال يولع بيها؟ ده انت بتولع ايه يعني؟ مش فاهم، انت بتقرب الولاعة من الست اللي بتدرقها ليه يعني؟ انت كده بتهدد الجن يعني؟ يا جماعة التخلف اللي حصل والهبل اللي حصل ده لا له علاقة بالرقية ولا يقرب من الرقية لشيء، والرقية براء منه والله العظيم.